كنفكر كون ما كانش بابا دابا حاليا فهاد العيد هذا، كون ما كانش انا فين كنت غنعيد. الحمد لله انا في داري وكلشي، ولكن كونوا اكيدين 100% ولا 200% كنت غادي نعيد بوحدي في الدار. يعني ما نقبلش نمشي عند شي واحد. وفوقاش هكا الا كانت شي حاجه غنمشي عند ماما ولا شي حاجه، كان غيكون واحد العيد في شكل عاوتاني مر والعذاب وكلشي. بقيت كنقول لكم ما كانش بابا هو الملجا ديالي وكلشي، فين انا غنعيد؟ فين بوحدي مع ولدي؟ فين هما الاجواء العيد بوحدي مع ولدي؟ واش انا غنذبح ولا غير انا وولدي؟ كي غادي ندير مثلا كون كانت الذبيحه وكانت الامور عاديه، فهمتوني؟ دابا تخيلوا معايا الامور عاديه، كيفاش انا غندير؟ ما عرفتش. دابا هكا كنتخيل كون كان الحولي كاين وبابا ما كاينش، صعيبه شويه، صعيبه ماشي شويه بزاف. الله يحسن العوان لاي واحد، اي وحده كتعيش نفس الظروف ديالي، طلقات ولا شي حاجه ما عندهاش عائله، الله يحسن العوان ماشي ساهل. هاد الظروف هذه صعيبه شويه. وسبحان الله انا كل عيد الكبير كنبقى نقارن مع العام اللي فات كيفاش كان. مثلا العام اللي فات كنت يلاه كنتوحم بياسير وكان عليا واحد الجو، واحد الضغط خايب والصهد والروينه، وكنت في المشاكل بزاف الزوجيه. المهم اللهم لك الحمد، كاين واحد الفرق كبير بين العام اللي فات ودابا الحمد لله. واخا دابا ما عرفتش علاش خاطري مزير عليا غير هكاك، ما عرفتش غير هكاك، ما عرفتش علاش، ولكن كاين فرق بين هاد الظروف وداك الظروف. الحمد لله اللهم لك الحمد، كنحمد الله وكنشكرو ليل ونهار. والله اللهم لك الحمد. ربي معايا وهادشي اللي غادي نقدر نقول. وحاولت ودرت مجهود كبير باش نغير من حياتي، وكنحاول دابا مازال كنحاول باش نغير من حياتي ونبعد على المشاكل والصداع. انا عارفين ما عنديش مع هادشي، بحال تفرضوا عليا وصافي. ونهار خرجت من صافي كبرت ودرت شويه عقلي، كنحاول نخرج من داكشي وكنحاول نخرج من هذا المستنقع هذا اللي عامر مشاكل وروين. المهم ما عليناش ما نتعمقوش بزاف في الموضوع لانه موضوع كبير. الله يا ربي تفجع عليا، ما عرفتش بعد المرات خاطري كيتزير غير هكاك.